بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب تكونوا جميعا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة أكلة حلوة وجميلة جدا ودايما بننساها، رغم ان الأكلة دي مفيدة ومغذية جدا، بالذات للناس اللي بيكون عندهم دور برد. يعني هنبت الفول في البيت بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة، من غير فوطة مبلولة ولا قماشة مبلولة، وهينبت معاكي على يومين اتنين. يلا من غير رغي كتير، تعالوا نشوف الوصفة بالتفصيل. بنسمي بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللي ما شافش فيديو الجرنبيط يروح يشوفه ويعمل لنا لايك حلوة زي قلوبكم. اما الوصفة بتاعت النهاردة، معانا نص كيلو من الفول البلدي. بنجيبه كده، هو بيكون نظيف بس لازم نشيك عليه، يكون فيه كده جشاية ولا فولة مسوسة نشيلها منه. كده خدناه تحت الحنفية وشطفناه كذا شطفة، وبعد كده هننقعه بمية برضو عادية من الحنفية لمدة 24 ساعة. يعني لو عاملاه بالليل يبقى تشتغلي فيه تاني يوم بالليل. هتلاقي كده حجم الفولة اتضاعف معانا اهو كده بعد ما عدى عليه 24 ساعة. شايفين حجم الفولة يا جماعة؟ الحجم بتاعها اتضاعف. لو لقيتي فولة كده القشرة بتاعتها ماسكة فيها ومكرمشة، دي تشيليها على طول، لأنها مش هتنبت معاكي ومش هتستوي. بعد كده صفيته من مية النجع وحطيته في المصفى زي ما انتي شايفة. بعد كده اسمعي يا ستي، هتدخلي اهو بعدلك على صابع، هتدخلي المطبخ، هتشربي، هتاكلي، هتعملي اكل. المهم كل ما تخشي المطبخ تروحي مدياله شطفة زي ما هتشوفي معايا دلوقتي. يعني بتروحي حاطة الفول ده في الحلة بتاعته كده وتحت الحوض، وتروحي شطفاه وبعدين ترجعيه في المصفى بتاعته. الحركة دي انا بعملها كذا مرة اهو زي ما انتي شايفة. باحطه كده في الحلة وأشطفه كويس وبعدين أرجعه في المصفى. بعملها في اليوم 10 مرات. يعني كل ما بدخل المطبخ، لو دخلت أغسل مواعين بشطفه قبل ما أغسل المواعين، وبعد ما أغسل المواعين برضو بديله شطفة. يعني بعملها 10 مرات في اليوم أكتر. أنا ما بعدش بصراحة، بس طول ما داخلة المطبخ بشطف فيه وارجعه كده المصفى زي ما انتوا شايفين. هنا بقولك ده كده ليه تاني يوم، ده تاني يوم الصبح. شايفة حوريكي كده هو عمل تنبيتة اهي بسيطة. شايفين؟ يا رب تكون واضحة او ظاهرة. شايفينها يا جماعة؟ ده كده تاني يوم الصبح. حوريهولك برضو شكله على بالليل اهو. هاخده اشطفه برضو واحطه في المصفى واسيبه كده يصفي المية الزايدة اللي فيه، وهوريكي شكله. بعد كده التنبيتة هيكون حجمها زاد. شايفين الفول كده يا جماعة؟ ده تاني يوم بالليل. تاني يوم بالليل يعني التنبيتة حجمها زاد او الزلومة بتاعته حجمها زاد على المقطع اللي عدى قبل ده كان الصبح. شايفين؟ اللهم بارك. تعملي شوية فول كده تنبتيهم في البيت أحسن من اللي بتشتريه من بره بكتير. هنا أنا حطيته في الحلة وحطيت عليه مية وقلبته كده علشان كل الفول يبقى كده اتغسل معايا، وهصفيه في المصفى. لو انتي مش حابة تعملي كده تحطيه في الحلة وتحطي عليه مية من هو وعلى المصفى بتاعته، بتجيبي كوباية مية كده وترشيها على الفول كله، بحيث كله المية تلحقه والمية هتنزل فيه الحلة اهو زي ما انت شايفة معايا. بس يفضل، يعني يفضل انك تحطيه في الحلة وتحطي عليه مية كده وتقلبيه كله، وبعدين ترجعي تحطيه في المصفى. الحركة اللي بتاعت الحلة والمية هو في الحلة بتكون أفضل بصراحة، وبتساعد على التنبيت بتاعه بسرعة. شايفين؟ هنا كان ليه تالت يوم، ده تالت يوم بالليل. تالت يوم بالليل. شايفين حجم التنبيتة أو الزلومة بتاعته؟ زادت معانا. كده هنروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل أحلى شوربة نابت أو فول نابت معانا. تاكلي صابعك ورا. يلا بينا. معايا حلة على النار فيها مية بتغلي، ولازم تكون المية بتغلي. نزلت كده بمعلقتين كبار من الخل. الخل هنا فايدته ايه؟ بيخلي كده لو انتي بتعملي في حلة ألمونيا زي الحلة ما بتسودش، وبيخلي برضو مية الفول النابت لونها أبيض كده وفاتح. بعد كده خلينا الحلة نص غطا،
وبعدين كشفناها لقينا كده الريم اللي انتوا شايفينه. اي ريم بيظهر على وش الفول ده لازم تشيليه علشان ما يعملش كده مغص ولا غازات. بنشيل كده الفول. انا على فكرة كنت ضايفة عصير ليمونة كبيرة، بس ما صورتش، كان التليفون ما بيصورش. يعني تضيفي برضو عصير ليمون. التوابل اللي معايا معلقة كبيرة من الكمون. الكمون ده يا دوبك كده واخد هرسة خفيفة بإيد الهون علشان احنا وبنشرب النابت نحس بطعم الكمون. ومعايا كمان معلقتين كبار كده من التوم برضو واخدين هرسة خفيفة بإيد الهون، يعني مش مفرومين ناعم. نزلت بيهم كده على الفول، وطبعا كل واحد هيظبط الملح حسب ما بيحب. الليمون، عصير الليمون اللي احنا ضفناه والخل بيدي كده مزازة لشوربة النابت بتاعنا. طبعا انت حابة تضيفي بصل وجزر براحتك، بس انا بصراحة ما بحبش احط اي اضافة على النبت غير الحاجات اللي انتوا شفتوها معايا دي، وبيطلع معايا في منتهى الجمال، طعمه خطير. الفول بتاعنا بسم الله ما شاء الله استوى معانا كده. شايفين المية وحلاوتها؟ لو ملاحظين اي تغيير فيها ده من الكمون. الفول استوى بقى معانا زبدة. طبعا بنسويه على نار هادية، وطبعا بتشوفيه من وقت للتاني لو احتاج مية بتزوديه شوية مية سخنة. بصي يا ستي، الفول بعد ما استوى معايا هنا نص معلقة من السمنة البلدي، وهنزل عليها كده، حطيتها في الطاسة هسيبها تسخن، وهنزل عليها بكبشتين من الفول. اللي حابب بياكل كده وهو يكون مقدوح ليه سمنة بياكل، واللي حابب ياكله من غير سمنة خالص بيغرف من الحلة وياكله. طبعا انتي السمنة دي لو حابة تضيفي فيها نص معلقة توم مفروم وتشوحيها في السمنة وبعدين تنزلي عليها بالفول براحتك، بس انا بكتفي بالثوم اللي انا حطيته مع الفول واستوى معاه. يعني الخطوة دي اختياري، حسب راحتك، حابة تعمليها اعمليها. أكلة الفول خلاص جهزت معانا وتستاهل لايك كبير زي اللي انتوا شايفينه ده. ما تنسوش اللايك يا حبايبي الغاليين. شوية فول نابت عاملاهم في البيت بطريقة حلوة وجميلة ونضيفة، ودي أهم حاجة، نضيفة. يعني بنشتري شوية النابت من بره بتلاقي كده فيهم فولة ريحتها مش حلوة، الواحد نفسه بتكفل من بقية الفول. انت كده بتنبتيه في البيت زي ما انت شفتي معانا كده في الفيديو، وبتعمليه بالخطوات اللي انت برضو شفتيها معانا، وبيطلع معاكي احلى نابت بتكليب اي عيش متحمص عندك. يعني لا قدر الله لو اي حد واخد دور برد وملهوش نفس للاكل، شوربة النابت دي بيشربها وبتفوقه، والله العظيم طعمها في منتهى الجمال. يعني يمكن النابت الوصفة دي احلى لا من اللحمة لو اي حد واخد دور برد. جربوها واكتبوا لي في الكومنتات رأيكم فيها ايه. متابعيني وحبايبي واخواتي الغاليين عليا، افكركم بطلبي ولا فاكرينه؟ هفكركم بيه، مشاركة كتير للفيديو مع اصحابكم علشان اكبر عدد يشوفوا، واللي ما اشتركش في القناة ينورنا بالاشتراك علشان القناة تكبر بيكم يا احلى متابعين واحلى اخوات. اشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.